لو طفل التوحد عنده حالة غضب هتتعاملي معاه ازاي؟ تعالوا ما اقول لكم. انا رندا ابراهيم، معالج نفسي ومعالج لطفل التوحد بامريكا. طفل التوحد لما بيجيله حالة تانترم او انجر ايشوز او يتمرمغ في الارض ويقعد يصوت وتبقي مش عارفة تهديه ازاي، بيبقى فيه حاجة اسمها breathing او تنفس in واوت. دي حاجة من الحاجات اللي ممكن تهديه. تمسكي صبعه كده وتقولي له تعالى breathing in out. اصلا ده بيزود الاكسجين في الجسم فيخلي الجسم calm ويهدى تماما. طب لو هو ما قدرش يستوعب اللي انتي بتقوليه او ما هداش، بتجيبي بورد زي ما انا قلت لكم قبل كده، بتعملي له ليمينيد عشان يبقى هارد وما يتقطعش، وبتحطي فيها صور وتلزقيها. الصور دي فيها كل الحاجات اللي بيحبها، اللعبة اللي بيحبها، او ان هو مثلا بيحب ياخد شاور او بيقعد في البانيو يقعد ينزل مية فيها ويحط فيها اللعب بتاعته، او مثلا بيحب يكلم حد من خالته عمته بنت خالته بنت عمته عمه، برضو بتحطيها. او ان هو يعد لغاية 10، او ما تيجي نتمشى مع بعض، او ان انا طب انت بتحب اكل معين تعالى اديله اختيارات. الاختيار اللي هيشوفه وهيحط ايده عليه في ثانية هتبصي هتلاقيه امن مكانه ومشي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وان شاء الله المرة الجاية تابعوني على فيديوهات تانية اكتر ازاي نتعامل مع طفل التوحد. سلام عليكم.